ازاي تحمي نفسك ان انت يتنصب عليك وانت بتشتري عربية؟ ركز في الفيديو ده لانه ممكن ينقذك في يوم من الايام وانت بتشتري عربية مستعملة. دلوقتي اول حاجة طبعا اول ما بتشتري عربية زي ما احنا قلنا قبل كده وهنقولها تاني، لو انت شاري من ابوك افحص يعني العربية. لو انت شاريها من ابوك روح مركز فحص وافحصها. خلصنا من موضوع الفحص طبعا لان دي حاجه احنا اتكلمنا فيها قبل كده. موضوع مش يعني مش اختياري ان انت تشتري عربيه استعمال ان انت تروح تفحصها في مركز، حتى لو انت شاريها من ابوك ده مش اختياري. تمام. تاني خطوه معانا في الشراء وهي العقد الابتدائي. في غلطه ناس كتير قوي بتغلطها وهي بتمضي العقد الابتدائي بتاع البيع. ناس كتير قوي بتغلط الغلطه دي وبتعدي على ناس ياما قوي، وقعدت مع ناس ياما قوي بتشتري عربيات بيغلطوا الغلطه دي، ان يكون العربيه معمول لها توكيل. تمام. يعني مثلا انا سي حسن ببيع لاحمد عربيه، تمام، العربيه بتاعتي انا وانا معايا توكيل، فاجي في العقد الابتدائي اروح انا ماضي باسمي، ماضي باسم حسن وانا ببيع لاحمد، امضي ان انا حسن بيبيع لحم. اول حاجه ده غلط. العقد ده كده لو انا معايا توكيل الرخصه مش باسمي وببيع لك وانا مضيت اسمي في عقد البيع بس، يبقى كده العقد ده زي قلته ملوش ثلاثه لازم. تمام. لان انا مش مالك. فالعقد ده لما انت بتشتري من حد معاه توكيل بتشترط عليه ان هو لما بيمضي لازم يكتب. لو انا حسن اللي ببيع لك العربيه، تمام، بكتب في العقد ايه؟ ان انا حسن ناصر مثلا، تمام، وكيل عن كذا 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 برقم توكيل كذا كذا كذا. ده لازم يبقى في العقد الابتدائي وبعد ما امضي ابصم عليه عشان يبقى العقد ده معتمد. غير كده اي عقد ابتدائي مكتوب فيه الاسم بس، لو انا معمول لي توكيل هو انا مش صاحب العربيه ومضيت لك باسمي بس في العقد، العقد ده ملوش ثلاثه لازم. تمام. حتى لو انا معايا صوره التوكيل لازم وانا بمضي امضي باسمي واكتب جنبيها وكيلا عن كذا 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 بالتوكيل رقم كذا 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 وابصم عليه عشان خاطر يبقى كده العقد الابتدائي ده معتمد. تاني حاجه طبعا، لان طبعا يعني ناس ياما قوي اتلدعت في الموضوع ده الا من رحم ربي. طبعا الدنيا لسه بخير، الائمه ما قامتش وفي ناس محترمه وفي ناس شمال، فاحنا هنبعده عن الايه؟ عن الناس الشمال. لما تكون شاري عربيه استعمال وماضي عقد ابتدائي وانت خدت العربيه بيتها في جراج، ما بيتش العربيه غير في جراج، ما بيتهاش في الشارع. ليه؟ لان في ناس بيبقى معاها سبير، تبقى انت مثلا مضيت العقد الابتدائي معاه وبتاع، يجي هوب خد منك العربيه والرخصه معاه وشكرا وانت روح اعمل محضر وانتهى الموضوع. انت خلاص العربيه راحت وهو الراجل معاه رخصه يقول لك ماليش دعوه وانتهى الموضوع. فانت ايه الا من رحم ربي لما تكون مثلا دافع عربون واستلمت العربيه والرخصه معاه وانت معاك بس العقد الابتدائي، بيت عربيتك في جراج. لان طبعا في عربيات بيبقى فيها جي بي اس، وطبعا عدت القصص دي ياما وشفنا ناس ياما قوي بتستغيث من الموضوع ده. وانت الافضل من الموضوع ده كله ان انت الدفع في الشهر العقاري وفكك من التوكيلات، اعمل عقد مسجل لان التوكيلات دي ساعات بتبقى مضروبه. يعني انت تروح تعمل عقد مسجل على طول وتريح نفسك من الفيلم ده خالص، اللي هو شفت العربيه عجبتني فحصنا تمام تمام نتقابلوا بكره في الشهر العقاري يا فندم، سجل العربيه باسمك ورحم نفسك من الفيلم ده. ما تنديش مشتري لو انت شايف العربيه فيها رخصه وبتاع. اصل انت معلش انت بتيجي تسترخص ال1000 ولا ال2000 بتوع العقد المسجل وتلاقي نفسك لبست خازوق. فانت حاول على قد ما تقدر تبعد عن موضوع العقد الابتدائي ده، او ان انت تسيب عربون وتسيب له العربيه او العكس صحيح. لان مثلا لو انت اديته عربون والعربيه عنده ممكن تيجي يوم تاني يوم تاخدها منه تلاقيها متقلبه الا من رحم ربي. طبعا انا ما بحبش اعمم، طبعا في ناس محترمه وفي ناس كل حاجه، بس في الزمن ده يعني فاهم حرص ولا تخون. لان اللي بيتلسع انت لما هتدفع دي انت فلوس انت شقيان بيها، لو اتلسعت في العربيه هتبقى حاجه تزعلك يعني. تمام. بقى بيتغير بطاريات. يعني انا اعرف حد كان اتفق وخلاص وراح تاني يوم ياخد العربيه لقى البطاريه متغيره ولقى الكاسيت متشال ولقى السماعات متشال والجنوط متغيره وبتاع، وفيلم عقبال ما عرفنا ناخده حقه ولا بط. تمام. طبعا الا من رحم ربي، في ناس محترمه عشان برضه الواحد ما يبقاش بيعمل. فانت حاول على قد ما تقدر يبقى تنفيذ البيع في ايه؟ اصل الناس في الشهر العقاري، لان في ناس بيقول لك ايه؟ خد العربيه اهو، طب خلاص باقي لي 2000 ولا 3000 ولا باقي 10000 على التوكيل. لا، انت كده معلش بتحط نفسك في مشكله انت في غنى عنها. انت لو هتبقي فلوس على التوكيل ما تبقي باقي اقل، مش اقل من نص ثمن العربيه. يعني لو انت واخد العربيه وانت هتبقي حاجه على التوكيل مش اقل من نص ثمن العربيه. وزي ما بقول لك بيتها الجراج وتكون ماضي العقد زي ما انا قلت لك. لو هو معاه توكيل تمام لازم يمضي باسمه وباسم الموكل ورقم التوكيل ويبصم عليه عشان يبقى العقد اللي معاك ده ليه لازمه. غير كده زي قلته. وما تسيبش اقل يعني نص ثمن العربيه، عشان في ناس بتبقي خمسة وستة وعشرة على التوكيل. ده هبل، ده هبل، لانه هيشقيك عليه. يعني ممكن اصلا يحلني يطلع التوكيل اللي هو مضاك بيه ده مضروب ويحلني بقى عقبال ما ينقل لك والكلام ده. فانت مش اقل من نص ثمن العربيه عشان تبقى مريح ايه وتبقى في حاجه تقدر تتفاوض بيها. ما تبقيش مبلغ صغير على التوكيل. والافضل ان انت تديله الفلوس كلها في الشهر العقاري بعد ما تسجل وتخلص دنيتك. دي حاجات اساسيه 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 لو انت بتشتري عربيه استعمال، في موضوع ان انت تخلص الورق والكلام ده كله. ولا استغناء عن الاستعلام الامني. الاستعلام الامني ده اهم من المخالفات. النهارده ان انت تعمل استعلام امني ده اهم من شهاده المخالفات نفسها. شهاده المخالفات يوم ما معظم المخالفات كامل. الاستعلام الامني ده ممكن تلاقي عليه مبالغ، تلاقي بالمليون، ناس لقت عليها بالمليون وال2 مليون مخالفات بنا
ومكافآت وافلام سودا. فانت الاستعلام الامني ده اهم من شهاده المخالفات. ليه؟ لان في ناس بتكافئ يعني فاهم، بتبقى مكسله تروح ماسكه التليفون كاشف عن المخالفات، لا ما عليهاش مخالفات، خلاص تمام. يروح بعد كده وهو بيجدد يقول له هات استعلام امني، بص يلاقي العربيه عليها رقم يمكن ضعف ثمن العربيه 3 مرات هو لابسه، ما بتتحلش، ملهاش حل، هتدفع. فالاستعلام الامني برضو اهم من شهاده المخالفات. دي حاجات لازم تعرفها. فانت لما بتعمل الكلام ده انت بتحمي نفسك من مواويل. انت معلش يعني المبلغ الصغير اللي انت ممكن تدفعه في العقد المسجل، المبلغ الصغير اللي هيدفع في الاستعلام الامني، الحاجات دي بتغنيك. اليومين اللي انت هتحط العربيه في جراج فيهم لحد ما تمد، لحد ما يسجل لك، ممكن يكون العربيه فيها GPS، ممكن يكون فيها سبير، انت فاهم. الحاجات دي كلها حاجات بسيطه بس بتغنيك من وجع دماغ، وتقول يا ريت اللي جرى. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العربيات، اسعار، مميزات، عيوب، اعمل متابعه عشان يوصل لك كل جديد. انا حسن ناصر وده محتوى عربي.